المرأة المعلة موجودين. لو دورنا في الدستور إجمالا مش هنلاقي إن في فئة في مصر مش مذكورة في الدستور ومش مذكورة لتلبية لاحتياجاتها. دي أسباب نعم. ليه هننزل؟ دي أسباب بسيطة من أسباب لماذا نعمل الدستور. النقطة الثانية، إحنا في بعض الناس بتحاول تشوه، وتشويههم ما بيشوهش دستور، هو بيشوه مصر بوجه عام. وأظن كلنا شفنا من 4 أيام مجموعة من اللي بيسموا نفسهم ربعوية كانوا اعتصموا في القنصلية الفرنسية وشافوا بعدها يعني إيه معاملة الأمن، يعني إيه أمن قومي. لما اعتصموا في القنصلية الفرنسية دخلت الشرطة الفرنسية وتعاملت معاهم بشكل أنا شايفه رائع، بس أكيد بالنسبة لهم مش رائع. الناس دي يا جماعة أنا بختصرهم في كلمتين صغيرين جدا، هم بين قائم ومضلل. القائم اللي هو عارف إن هو بيحاول يهد البلد، والمضلل اللي ماشي وراه وهو مش عارف هو ماشي وراه ليه. الناس دي هي الفئة الوحيدة اللي في مصر أو يمكن في العالم اللي كان ليهم مرشد. ليهم مرشد بيوجههم، ليهم مرشد بينفذوا كلامه، حتى لو كان كلامهم خرج عن الدين، وأنا ما بفتريش عليهم. احنا كلنا كنا شفنا منصه رابعه وكان فيها خروج كتير عن الدين، اللي قال لك سيدنا جبريل نزل قعد معانا ده خروج صحيح عن الدين. اللي جه قال ان الاعتصام او اللي قال ان الاعتكاف في المساجد سنه وان العمره سنه ولكن الاعتصام في رابعه العدويه فرض عين، ده بيفكر ياتي بدين جديد. ده مش ديننا، ده مش الاسلام. هم الناس دي فعلا لما تيجي تصنفهم افضل تصنيف من وجهه نظري هم بين قائم ومضلل. حتى في الدستور عن الناس دي او عن الفئه دي، لان انا بصراحه يعني ما بحبش اجيب سيرتهم كتير لان ده بيتعبني نفسيا، ولكن باختصار شديد جدا الدستور ده يا جماعه دستور مصر اقراه، علشان انت لما تقراه حتى بعد اقراره، وعلى فكره على مستوى العالم ما حصلش ان في دستور او في استفتاء عامه نزل ولم يقر. واول استفتاء في التاريخ كان الاستفتاء بتاع فرعون مصر لما قال انا ربكم الاعلى، محدش اعترض عليه، ما اعترضش عليه الا سيدنا موسى عليه السلام، فكان دستوره او الاستفتاء اللي هو عمله على الوهيته اقر. ولكن الفارق هنا في نقطه، واحنا اثناء عمل لجنه ال50 كنا بنقول ان بمشيئه الله الرهان هيبقى على 75% نعم للدستور، ولكن بعد المؤتمرات اللي عقدت بعد انتهاء اللجنه وبعد انتهاء المسوده وبعد خروجنا وتعاطف الناس ورغبه الناس في الفهم في المعرفه بخصوص الدستور، انا شخصيا براهن ان شاء الله نسبه اكبر من كده. اقول لكم على حاجه صغيره جدا، احنا يوم 8/1 اللي فات كنا في مدينه هديه وهي مدينه مرسي، قريه العدوى تحديدا هي القريه اللي منها مرسي المعزول، وكان بعض اللي كانوا رايحين معانا كانوا متخوفين من الوجود هناك، ولكن اللي شفناه من طبيعه الناس هناك كان اكثر من رائع. الناس قابلتنا بالترحاب وقابلتنا بنعم وقابلتنا باغنيه تسلم الايادي. فعقر دار الارهاب هو مع مصر حديثه ومع مصر ومع دستور مصر ومش مع مرسي. انا يعني عايز من حضراتكم اي حد عنده اي قصه او اي موضوع صغير في الدستور عامل له قلق او مش فاهمه او عايز يستوضحه، انا على استعداد ليه. انا في كلامي معاكم دلوقتي انا هتكلم عن بعض النقاط التشويهات اللي هم بيحاولوا يعملوها. يعني على سبيل المثال بعض المتأسلمين بيتكلموا عن الماده 11. الماده 11 في اول كلمه فيها قالت المساواه بين الرجل والمراه. هم بيجي بعد الاولى قالت المساواه بين المراه والرجل. هو بيقف عند دي، ده اللي عايز يشوهها بالدستور، بيقف عند دي يقول لك ده دستور الرقصات ودستور خالد يوسف ودستور ليلى علوي. الكلام ده سمعته على فكره، سمعته في مواجهه قال المساواه بين الرجل والمراه او بين المراه والرجل، وبيقول هو طبعا بيختلف عشان يشوه، بيتكلم في ان المساواه دي هتخلي المراه تاخد زي الرجل في الميراث، هيدي المراه حق الزواج من 4 رجال. طبعا الكلام ده هو عايز بس يوصل للناس اللي قدامه، هو بيستغل بساطه المصريين وجهودهم ان عايز يوصل لهم شويه. لا، لما تسمع كلمه زي كده من واحد من دول قول له اخلص وكمل قرايه الماده. لما تقرا حضرتك الماده هتعرف ان الماده 11 ما وقفتش عند المساواه بين الرجل والمراه وصفتها على الاطلاق، ولكن حددت المساواه في ايه؟ قالت ان المساواه في حقوق ثقافيه، في حقوق مدنيه، في حقوق سياسيه، وما جتش تماما
ناحيه الشريعه. نفس الخلاف او نفس النقطه بيعملوها وفقا لاحكام الدستور. الدستور بياخد راي من الشريعه الاسلاميه، يعني هنا مش هيدوس على الحقوق. ده طبيعي. انا كنت لسه هكمل الجزئيه دي. الماده 64 اول فقره فيها بتقول حريه الاعتقاد مطلقا. هو بيجي يمسك الحته دي ويقف ما بيكملش، لان هو حضرتك لو كملت هتعرف ان لما احنا اتكلمنا عن حريه الاعتقاد على الاطلاق وعلى اطلاقها، حددنا بعد كده ان اصحاب الديانات السماويه هم فقط اللي ليهم حق اقامه شرائعهم. وحريه الاعتقاد لازم نكون فاهمين مع حريه الاعتقاد تختلف عن حريه العقيده. الاعتقاد انا قاعد في وسط حضراتكم، انا ممكن يكون في اعتقادي ان الاستاذ اللي على يميني او على شمالي مع احترامي لحضراتكم ما بيحبونيش، ده اعتقاد. محدش يقدر، حضرتك ما تقدرش تمسك اعتقادي، ما تقدرش تحكمني على اعتقادي. ولكن حريه العقيده ودي لم تذكر، حريه العقيده او حريه ممارسه العقائد هي فقط للديانات السماويه ولم تتجاوز هذه الحدود. هم بيمسكوا في الماده 64 يقول لك ده سمح للبهائيين ان هم يعملوا طقوسهم، سمح لعبده الشيطان، سمح للبوذيين. الكلام ده غير صحيح، ما حصلش ومش هيحصل. وترد على اي واحد فيهم تقول له نقطه صغيره، تقول له مصر بدون دستور هي مصر الاسلاميه. احنا مسلمين بالفطره يا جماعه. مصر دخلها كتير قوي حاولوا يغيروا من عقيدتها وما عرفوش، مش هيعرفوا. كان عندنا شيعة في يوم من الايام في مصر وحكموا مصر لفتره وما غيروش عقيدتنا ولا عمرهم هيغيروها. ومش الدستور ده اللي هيحكم العقيده الاسلاميه او مش هيحكم ان مصر اسلاميه، لا مصر اسلاميه. ومصر الاسلاميه واول حاجه بنحبها في اسلامنا ان اسلامنا حببنا في الديانتين الاخرتين، في المسيحيه واليهوديه. حتى احنا لما بنختلف مع اليهود ما بنختلفش مع اليهود كديانه، بنختلف مع اليهود كفكر صهيوني، فكر اللي صدر او اللي ظهر جديد وبيفكر في احتلال العالم او السيطره على العالم كله. دي بعض النقاط اللي دايما هم بيستخدموها في التشويه واللي بحب دايما اوضحها علشان ابعد اي فكر واحد. طبعا انا عارف ان ما شاء الله معظم الناس اللي موجوده او غالبيه كل الناس اللي موجودين من الفئات المثقفه اللي الكلام ده لو حد حاول يتكلم معاه فيه مش هينتبه له في الاساس. جزئيه زي جزئيات المحاكمات العسكريه. تعالوا نبص على الماده ببساطه شديده جدا. الماده اول كلمه فيها قالت لا يجوز، يعني معنى ذلك ان الاساس هو لا يجوز محاكمه مدني امام محاكم عسكريه. ولكن بعد كده قالت طبعا لكل قاعده شواذ، لازم يكون في حاجه يا جماعه. انا ما ينفعش، يعني احنا باختصار شديد جدا في لجنه الحوار المجتمعي لما التقينا مع ضباط المتقاعدين كان احد اللواءات اسمه لواء شفيق البنا. اتكلم في حته صغيره قوي، قال ان هو في يوم من الايام كان قائد كتيبه، كان الكتيبه دي كان قوامها 600 عسكري و400 مدني، وسال سؤال ببساطه وكلنا او كل اللي كان بيقول لا يجوز محاكمه المدنيين عسكريا ما عرفوش يجاوبوا عليه. سال سؤال ببساطه، قال لو احد المدنيين عندي في الكتيبه سرق سلاح وهو مدني هحاسبه ازاي؟ هحاسبه مدنيا امام القضاء العادي، والقضاء العادي مش هيهتم بوجود السلاح، القضاء العادي هيقعد سنتين عبال ما يديله حكم وهيديله حكم بالحبس، وجود السلاح من عدمه مش هيفرق. انما القضاء العسكري هيبقى سريع وهيجيب لي السلاح وده اهم حاجه. لما تبص الماده نفسها قبل كده حتى لحد 2011 كانت بتقول اثناء، كانت بتتكلم على ضباط وجود القوات المسلحه وجرمت الاعتداء عليهم اثناء الخدمه، وكان بيؤخذ كلمه اثناء الخدمه دي ان هو طول ما هو على ذمه القوات المسلحه. النهارده في نص الماده راجعوها كويس هتلاقوا كلمه بسبب. بسبب هنا المقصود بيها وده موجود في المضابط بتاعت لجنه ال50 ساعد في وقت تأديته لعمل من اعماله العسكريه، يعني مش وهو راجع من وحدته رايح على البيت لابس ميري يتخانق معاه انت تتحبس عسكريا او تتحاكم عسكريا. في نقطه عايز اقولها لازم كلنا ناخد بالنا منها يا جماعه. كلمه يسقط حكم العسكر اللي اتبعها الاخوان ومعاونيهم واعوانهم في مصر بعد ثوره 25 يناير. الكلمه دي لما تيجي حضرتك تفكر فيها هتلاقيها كلمه وحشه قوي وبتدمر اساس مصر لسبب. اولا دول مش عسكر، دول خير واجناد الارض. حتى وان هم النهارده بيقولوا لك ده حديث غير صحيح ولكنه في عقيدتي انا صحيح. بص حضرتك على تكوين الدوله الصهيونيه منذ انشائها هتلاقي
ان لازم رئيس الوزراء يبقى عسكري، لازم 7 وزراء يبقوا عسكريين. كده نستغرب نلاقي ان اليهود ماشيين على الايه القرانيه اللي بتقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، وانتم يا اللي بتقولوا عاملين روايه الاسلام عايزيننا ما نرفعش ما نمشيش على هذه الايه. يعني اليهود